مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان، مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان، مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. ما ينفعش يكون عندنا شهر رمضان من غير ما يكون عندنا اليميش، واحنا النهارده معاكم في وسط ارض اليميش. والجميل في الموضوع وكان مفاجأة ان عندنا الست جميلة هي اللي طلعت بتدير المنظومة الحلوة اللي احنا فيها دي. حاجة ام محمد اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. منورانا من البلكونة. ربنا يبارك فيك. احنا جايين من البلكونة بقى عشان في دخول رمضان نعرف منك اسرار اليميش والدنيا ماشية مع ايه السنة دي. ماشي يا فندم، يا اتفضلي. ترى بقى ايه قصة اليميش مع حضرتك؟ قصة اليميش ان ده يعني موسم رمضان ده شهر كريم طبعا، ولازم اليميش ده اساسي في كل بيت مسلم طبعا. اكيد طبعا. او مش مسلم والله يعني، المصريين كلهم المصريين جميعا، كل الناس لان بتستنى انا الشهر يعني. عندي المصريين جميعا سواء مسلم او مسيحي بيحب اليميش جدا، ويجي ياخدوا المكسرات ويجي ياخدوا الزبيب والقمر الدين والمشمشيه والقراصيه والكاجو وجميع كل حاجه، يعني المكسرات كلها. وبيحب يجي هنا بالذات مخصوص في الساحل، لان احنا هنا طبعا معروف سوق الساحل سوق ان الساحل هو ده جمله. تمام. احنا بنبيع جمله، سواء اللي هو عايز بيك كيلو زي كرتونه. اوكي. فحضرتك بس كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، يعني نفهم من كده ان احنا لما هنيجي هنا عندكم في سوق الساحل مش هنلاقي الاسعار المغالى فيها بنسمع عنها كتير. لا يا فندم، لا طبعا بالجمله، لان احنا هنا بنوزع جميع المحافظات، بيجوا ياخدوا من عندنا هنا للمحلات وللتفريق وللموائد مائده الرحمن، ويعني في جميع الاحوال بيجوا هنا ياخدوا من عندنا، لان عارفين هنا جمله الجمله كمان مش جمله بس. طب دي حاجه حلوه جدا. يا فندم. ارجع بيكي بقى كده لحاجه قديمه، رمضان زمان. هل زمان كان في اقبال على اليميش زي الايام دي؟ لا زمان ما كان يعني في حدود البلح، القمر الدين، ممكن زبيب جوز الهند. الزمن اتغير خالص دلوقتي، في بقى المكسرات، في المشمشيه، وفي القراصيه، وفي التين، ودي حاجات اساسيه اصلا دلوقتي حاليا، اساسيه جدا كمان بالنسبه للتغذيه حلوه قوي يعني. بالنسبه لرمضان طبعا دي اساسي. لازم كل بيت يبقى فيه القراصيه والمشمشيه والتين، ان يعني الواحد بيبقى طول النهار صايم بياخد كوبايه الخشاف دي وجبه غذائيه كامله. فبيحب يشربها كده، بترد روح الواحد كده اول ما يشربها على طول. فدي اساسيه جدا في كل بيت. وبعد كده بقى الافطار، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. انت نورتينا النهارده، وهنلف بقى في جوله ونكمل معاكم هنا في سوق الساحل. اتفضلي يا فندم، منورينا حضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه.